السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده. يعرفنيش او لسه بتفرج عليا، فانا احمد داوود، وبعتبر القناه انا مساحتي الشخصيه اللي حابب اتكلم فيها براحتي. بما ان خلاص زي ما اتكلمت في موضوع قبل كده، او الموضوع ده انا هتكلم فيه اكتر من مره لان هو شوي يعتبر اهلي مركزين عليه شويه الفتره دي، بما ان خلصت الدراسه والجيش واشتغلت الحمد لله، فهم مركزين شويه على البوينت دي. فانا ممكن اصدعكم شويه فيه او اتكلم في الموضوع اكتر من مره على الشانل هنا، بس انا حابب ان انا اتناول الموضوع بشتى او من جميع الجوانب. خلينا نتكلم النهارده عن جزء من الحاجات اللي لازم نعملها قبل الجواز، او الحاجات اللي احنا هي تكون اصلا في حياتنا موجودة، بس خلينا نقول ان هو بنسبة اكتر او بأهمية اكتر قبل الجواز. هي فكرة الاستقلالية، او خلينا نقول برضو من جانب تاني المسؤولية. ان انت علشان تتجوز غير انك تبقى مسؤول، انك تبقى مستقل بنفسك او مستقل بذاتك. مستقل بنفسك او مستقل بذاتك عن مين؟ عن اهلك. بما اننا كشباب الفترة دي مثلا اهلنا بيساعدونا شوية، او بيكون مثلا بيسبورت او بيهلب لان احنا حاجة زي كده، ان هو مثلا بيجهزوا معانا مثلا شقة، بيشتروا معانا مثلا فرش، او مثلا بيساعدونا في مثلا الذهب او ايا كان الحاجات اللي بتكون مطلوبة في الجواز. فهم بيكون ليهم الفضل او ليهم بنسبة كبيرة جدا هم اصلا يعني يعتبروا عاملين كل حاجة. بس ده بشوف ان هو ما يديش برضو الاهل الاحقية، واسف وبعتذر ان انا بقول كده، بس دي حاجة مش وحشة، او مش عايز الاهل ياخدوها بان هي حاجة وحشة ان الابن يستقل عنهم او يبقى مستقل بذاته، او يبقى ان هو مفيش كنترول عليه او مفيش تحكم، ان هو يكون مجرد لعبة او عروسة نتحكم فيه. بشوف دي حاجة مش حلوة جدا. ان انت مثلا اهلك مش مستقل عنهم، او مثلا ان هما بيتحكموا فيك زيادة عن اللزوم، دي بشوفها مثلا ماشي في فترة وانت صغير، في فترة انت لسه بتتعلم بتتربى، مفيش مشكلة. لكن بعد بلوغ سن الرشد 21 وفيما فوق كمان، انك كمان تبقى مقبل على الجواز مثلا، او خلاص هتتجوز وتتجوز وتبقى لسه مش مستقل عن اهلك، او اهلك لسه بيتحكموا فيك، دي بشوفها حاجة مش لطيفة، وحاجة حتى هتخليك انت في نظر زوجتك برضو مش الطف حاجة، او هتكون هي مضايقاها بنسبة كبيرة او بشكل كبير، ان انت بيتم التحكم فيك من قبل شخص آخر، أو ناس تانية، حتى لو ناس دول أهلك. فأنت كأب أو كأم واجب جدا على حضرتك، واجب جدا عليك ان انت كشخص ناضج تسيب ابنك برضو يستقل بنفسه، او يكنترول على حياته او يتحكم في حياته زي ما حضرتك متحكم في حياتك، لان هي دي خلاص بقت حياته، بقت ليه حياة مستقلة، بقى ليه زوجة، بقى ليه اولاد، او حتى قبل ما يكون في اولاد في شريك تاني في حياته، فهم محتاجين يسيستموا او ينظموا حياتهم او يعيشوا حياتهم بالطريقة اللي هم يعيشوا او حابين يعيشوا بيها. خلاص، فانا بشوف ان الاهل لا، ضروري جدا يسيبوا ده للاولاد، او يسيبوا ده لابنه. ضروري جدا الاهل يخلوا الابن او يعودوه ان هو يستقل بنفسه ويستقل بذاته، تمام. ما يكونش القرارات اللي بياخدها من اب او ام، لا، هو ممكن مثلا ياخد رايهم في حاجه، ممكن يتكلم معاهم، يفضفض معاهم في موضوع معين، تمام، يستشف رايهم ويرجع لهم، مفيش اي مشكله. لكن حته ان هو يكون كل التحكم بالكامل لوالده او والدته، لا، انا مش بشوف او مش بفضل حاجه زي كده. بشوف ان الشخص طالما لسه مش مستقل عن اهله، لا، يبقى خليك شويه لحد ما تقدر ان انت تستقل عن اهلك، تقدر ان انت تتحكم في حياتك، تقدر ان انت تشيل مسؤوليه نفسك ومسؤوليه حياتك، تمام. لو في مثلا اهل بيتحججوا ان هو لا مش مسؤول، فما ينفعش انه يستقل، او ان هو مش هيقدر يشيل مسؤوليه، لا خلاص، طالما مش قادر يشيل المسؤوليه يبقى بلاها جواز دلوقتي، او خلينا يعني نأجل مشروع او موضوع الجواز ده فيما بعد شويه. لكن الاساسيات تكون موجوده. انا بشوف الاستقلاليه التامه عن الاهل، زي ما قلت، انت تقدر تاخد رايهم في حاجه، بتقدر تستشيرهم في حاجه، مفيش مشكله. دول اهلك ودول اكبر منك، وارد جدا ان هم يكونوا عارفين اكتر منك طبعا بظروف الحياه وظروف المعيشه اللي هم عاشوها، تمام. لكن ما يديش الحقيه برضو ان انا اكون متحكم في حياتك بالكامل، واعمل وما تعملش وحاجات كتير مش عايز ادخل في ديتيلز او تفاصيل فيها. بس يعني دي حاجه من ضمن الحاجات كنت حابب اتكلم فيها، بما ان ممكن حتى يعني بما ان الموضوع مركزين عليه شويه الفتره دي، او مثلا هو واخد جزء من حياتي الفترة دي، ممكن ان احنا نعمل عليه سلسلة فيديوهات. وبإذن الله انا مش عايز ادي الموضوع اكبر حجم، لان انا حابب ان انا بس يعني ما اديش الموضوع دلوقتي او الجزء ده دلوقتي جزء من حياتي، لان بشوف ان في اولويات تانية او في حاجات تانية اولى. بس اذا في اي حاجة حابب ان اتكلم فيها معاكم، او حابب ان انا مثلا افضفض فيها، حابب ان انا مثلا اوضحها لنفسي، هتكلم فيها، مفيش اي مشكلة. وممكن كمان نعمل سلسلة
يعني زي موضوع مثلا هنتكلم فيه او ندردش فيها كده، اللي هو مثلا الشباب برضو اللي ايه خلاص مقبلين على الجواز او كده. من هنا لحد ما اشوفكم فيديو جديد، تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب لو انت مش مشترك في القناه. من هنا لحد ما اشوفك فيديو جديد وحلقه جديده، سلام.